تعالوا نعمل مع بعض احلى وانجح صوص كراميل ممكن تدوقوه في حياتكم من غير اي تكتلات، وهقول لكم ايه الحاجات اللي ممكن تخلي الصوص بتاعكم يبقى مكتل وفيه قطع كده لسه ما دابتش ولسه مش ناعم وكريمي زي ما انتم شايفين، وطبعا من غير كريمة خفق. اول حاجه خالص هنستخدم كوبايه من السكر. انا استخدمت السكر ده سكر سلطنه، عايزه اقول لكم من احلى واجود انواع السكر اللي جربتها في الفتره اللي فاتت دي. هنحط كوبايه السكر على النار، على نار هاديه لغايه ما يدوب خالص ويسيح خالص. دي اول تركايه، لازم السكر بتاعكم يبقى ناعم عشان يديكوا القوام المطلوب، ما يبقاش فيه تكتلات. الخطوه الجايه دي اختياري جدا، انا حطيت مكعب زبده واحد عشان يدي قوام ونكهه حلوة قوي للصوص بتاع الكراميل بتاعي. ممكن استغنى عنه وساعات ما بحطهوش، ده مش مكون اساسي عندي. دلوقتي جبت كوباية حليب عادي ساقع من التلاجة، كمان حطيت فيه معلقة ونص من النشا، معلقة صغيرة ونص من النشا اهو، وقلبته كويس قوي لغايه ما النشا داب كويس جدا عشان برضو ما يعمليش اي كلكعه. وهقلب كويس 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 زي ما انتم شايفين. خلي بالكم بس عشان طبعا درجه الحراره في الوقت ده بتبقى عاليه جدا. هقلبه تقلبتين 3، افضيه في حاجه ازاز واسيبه لغايه ما يبرد تماما، واعبيه في اي حاجه عندي واسيبه في التلاجة، بيفضل عندي اكتر من 3 شهور.